عملت حادثة عربية وعيوني لسه مفتوحة. لقيت عدو اللدود واقف قدامي في المستشفى، داخل وشه منور وشايفه جاي يتشمت في حالتي. مفيش شك جت لي فكرة شيطانية في تانية. مديت ايدي بتمثيلية كاملة، قلت له: يا حبيبي، اتأخرت عليا ليه؟ الابتسامة جمدت على وشه فجأة. عينيه كانت بتقول حاجة واحدة بس: انت اكيد اتجننت. كنت ميت من الضحك جوه. وفجأة لقيته قرب مني وباسني من شفايفي بخفة. صوته بقى ناعم زي الحرير، وقال: معلش يا روحي، الطريق كان زحمة. أنا اتصدمت، عقلي هنج تماما، وما كنتش متخيل إن الحادثة دي هتقلب حياتي مع العدو ده. رجلي في الجبس ومعلقة، والمسكنات مخلية دماغي تقيلة ومحتاجة أنام. لسه هغمض عيني، سمعت صوت مزعج ومألوف قوي: يا بختك يا أخي، لسه عايش. فتحت عيني بسرعة، لقيت شانيوتشو واقفة عند الباب. دي صاحبة طفولتي، بس في نفس الوقت عدوتي اللي بنحارب بعض من 20 سنة. طبعها حامي، وانا ما بسيبش حقي. خناقاتنا من واحنا عيال صغيره ومفيش فايده. كانت بتسرق العابي وانا كنت بقطع واجباتها، مفيش اي هدنه. كنت بشتكي لامها، تقوم هي طلعالي في اول ديت ليا وتفضحي وتناديني بتاع البول في السرير. حتى بعد ما كبرنا لو ما استلمناش بعض طريقه يومنا ما يبقاش كامل. واقفه قدامي دلوقتي لبسها شيك جدا كانها في عرض ازياء، والضحكه على وشها فيها الف معنى. ومع كل ده حاسس في عينيها قلق مستخبي، بس انا قررت العبها صح. استغليت انها جايه تشمت فيا، وقلت لازم ارد لها الجميل واحرجها قدام الكل. غيرت تعبيرات وشي فورا، بقيت كل براءه ومسكت ايديها وانا ببرق لها. بصوت عسل يدوخ قلت لها: يا حبيبي، اتاخرت ليه؟ وحشتني قوي. كنت مستني اشوفها هتتكسف ازاي، وكنت ناوي اخليها مسخره المستشفى. بس شين يوتشو ضحكتها اختفت فجأة، وعنيها وسعت من الصدمة خطتي بدأت تبان نجح. كنت لسه هفرح، بس اللي حصل بعدها خلاني أقف مكانك يا زمن، من غير أي مقدمات. قربت مني وريحة الياسمين بتاعتها ملت المكان. لمست شفايفي بهدوء، وقالت: معلش يا قلبي، الطريق زحمته كانت لا تطاق. أنفاسها وهي قريبة من ودني كانت ناعمة زيادة عن اللزوم. عقلي وقف، مشاعري اتلخبطت. الست دي شكلها فقدت عقلها تماما. الممرضة دخلت في اللحظة دي، شافتنا واحنا في الحالة دي، وابتسمت ابتسامة خبيثة. شينيوتشو استغلت الموقف، قعدت على طرف السرير ولعبت في شعري بدلع. حركاتها كانت طبيعية قوي لدرجة إن أي حد يفتكرنا عشاق بقالنا سنين. سألتني بصوت هادي: لسه بتوجعك؟ وإيديها لمست الجرح اللي في راسي بالراحة. جسمي اتخشب من الصدمة، بس اضطريت أكمل الدور. قلت لها: بوجودك الألم بيختفي. يا عالم، كنت بموت من جوه وعايز أرجع من التظاهر ده. الممرضة وهي بتركب المحلول قالت: يا بختك يا أستاذ هي، خطيبتك زي القمر ومهتمة بيك قوي. شينيوتشو اتكسفت وبصت في الأرض، تمثيلها يخلي أوسكار تخجل من نفسها. بصيت لها وأنا حاسس إن دماغي هتفرقع من التوتر. قلت: فعلا أنا أكيد عملت حاجة كويسة في حياتي عشان تستهليني. قررت أروح لآخر الطريق. شديت وسطها ناحيتي وبقيت بتمسكن في حضنها. جسمها اتشد للحظة، بس ريحت نفسها بسرعة وقالت بصوت مليان دلال: بطل شقاوة بقى. الممرضة بتغير المحلول وبتنغش عليا، بتقول لي: البت دي قمر ومتمسكة بيك قوي. شينيوتشو نزلت راسها بكسوف تمثيلها، ده يخلي أي نجمة سينما تقعد في البيت. جسمي قشعر من اللي شفته يا جماعة. هو أنا فعلا أنقذت المجرة في حياتي اللي فاتت. قلبي جمد ورحت حضنها من وسطها، وكمان عملت فيها مكسوف ونمت في حضنها. شينيوتشو اتجمدت في مكانها فجأة، بس بعد تانية استرخت وبنبرة كلها دلال خلتني أسيح. قالت لي: بس يا شقي. الدكتور دخل، وأول ما شافه شين يوتشو قامت بسرعة، ملامحها قلق وتوتر. سألت الدكتور عن الحالة، قال لي: كسر في الرجل اليمين ومحتاج راحة تامة. بس المصيبة في جلطة صغيرة في المخ، ممكن تعمل فقدان ذاكرة مؤقت أو تهيس. لمحت شين يوتشو بطرف عيني، ابتسامة خفيفة جدا ظهرت على شفايفها. قلبي وقع في رجلي. هي ناوية تنتقم مني؟ الدكتور خرج والهدوء في الأوضة بقى يخنق بشكل مش طبيعي. واقفة عند الشباك والشمس ضاربة في شعرها طالعة قمر، بس في حاجة غلط. اللمعة اللي في عينيها دي بتقول إن وراها كارثة ومخططة لحاجة مش تمام. اتنهدت وقعدت جنبي، مسكت إيدي وقالت لي: يا حبيبي، فاكر اللي حصل بينا؟ قلبي دق بسرعة، عملت نفسي مش فاهم حاجة ولبست وش البراء: احنا مش مع بعض دايما؟ ضحكت وقالت: طبعا، وبعد 3 شهور هنعمل خطوبتنا يا قلبي. المية اللي كنت بشربها شرقت بيها وفضلت أكح. خطوبة إيه يا جدعان؟ بجد كنت مصدوم، والمرة دي ما كانش تمثيل ولا حاجة. إحنا بنخطب إمتى ده؟ عينيها دمعت فجأة وبسرعة البرق، مش عارف إزاي جابت الدموع دي. قالت لي بصوت مخنوق: الدكتور كان عنده حق، شكلك بجد نسيت كل حاجة.
بدأت تمشي صوابعها على كف إيدي بطريقة غريبة خلت ضربات قلبي تزيد. كملت كلامها وصوتها فيه بحة ونبرة حزينة: إحنا بنحب بعض بقالنا 3 سنين، حتى الشهر اللي فات كنت بتطلب إيدي للجواز على البحر يا حبيبي. طلعت موبايلها ووريتني صورة لي وأنا راكع على ركبتي وهي واقفة بتضحك. بصيت في الصورة كويس، يا نهار أبيض، ده الفوتوشوب واضح جدا ومكشوف. قعدت أقول في سر: يا بنتي دي باينة قوي إنها متعدلة دلوقتي حالا. عملت نفسي مش واخد بالي وكشرت: إيه ده، هي دي بجد صورتنا؟ قربت مني قوي لدرجة إني شفت رموشها ونفسها الدافي خلى ريقي ينشف. قالت لي بصوت واطي: أنت شكلك ناوي ترجع في كلامك ولا إيه؟ رديت بتأتأة طبعا لأ، بس كان جوايا صوت بيزعق: إيه التمثيل الرخيص ده؟ عينها لمعت وطلعت علبة قطيفة من الشنطة كأنها ساحرة مش بنت. قالت لي: طب إيه، مش ناوي تلبسني الخاتم تاني عشان أطمن؟ فتحت العلبة لقيت دبلتين ألماس يبرقوا لدرجة إن عيني زغللت. دبلتين حجمهم كبير قوي ومستحيل يكونوا متركبين في تانية كده. البنت دي بتشيل أدوات الجواز في شنطتها طول الوقت ولا إيه الحكاية؟ قالت لي بنظرة بريئة: إيه مش عاجبك الشكل ده؟ ده أنت اللي مختاره بنفسك. بلعت ريقي وأنا حاسس إني في ورطة كبيرة. قلت لها: لأ طبعا عاجبني جدا. إيديها كانت ناعمة وأظافرها حمراء، بدأت ألبسها الخاتم وأنا حاسس بطقوس مريبة. الموقف كان غريب وأنا بحس إني بقع في الفخ اللي هي نصباه. مسكت الخاتم التاني وبدأت تقرب مني بابتسامة خلت جسمي يقشعر. وفي اللحظة الحاسمة دي باب الأوضة اتفتح بعنف من غير أي مقدمات. أهلي دخلوا باين عليهم التعب والسفر، وأمي صرخت أول ما شافتني، بس سكتت فجأة لما شافت الوضع اللي احنا فيه أنا وهي. كانت ماسكة إيدي وبتلبسني الخاتم وأنا حاضن وسطها بوضعية تجيب مشاكل. المنظر لوحده كفاية يخلي أي حد يفهم غلط الدنيا. وقفت في تانية ومع وضعيتنا دي صوتي راح فجأة. بصيت لتحت لقيت شينيوتشو لسه ماسكة الخاتم وبتلبسهولي وإيدي الشمال لسه حاضنة وسطها. المنظر ده لو حد شافه هيفهم غلط طبعا. والجو بقى مكرب خالص وصوابع شينيوتشو ايدها في ايدي رعشت حاجة بسيطة بس تماسكت بسرعة وقامت وقفت بكل هدوء وبابتسامة موزونة. قالت: منورين يا أنكل ويا طنط. عيون بابا علقت فجأة على خاتم الألماس في صباع شينيوكو، وبعدها بص على الخاتم الرجالي في ايدي اللي لسه ما كانتش لبسته، وحواجبه رفعت للآخر. صوت ماما كان بيترعش وهي بتسأل. فتحت باقي عشان ألحق أفسر، بس لقيت شينيوتشو سحبت دراعي بكل طبيعية وكأننا متعودين. بصت لأهلي وقالت: الدكتور قال إن هيتشانج عنده ارتجاج بسيط وممكن ذاكرته تكون مشوشة شوية. ماما قالها زاد فورا وسألت بخوف: يعني الموضوع خطر؟ الدكتور قال إيه؟ شينيوتشو مسكت إيد ماما وقعدتها بكل حنية وقالت: لا تقلقي، الدكتور قال محتاج راحة والنزيف هيخف والذاكرة هترجع زي ما كانت. بابا كان بيبص لنا بنظرات مش مريحة خالص. سألهم أخيرا: يعني إيه الكلام ده؟ شين يوتشو وشها أحمرت بكسوف متقن ونزلت راسها وقالت: في الحقيقة احنا بنواعد بعض بقالنا 3 سنين وكنا مستنيين ترجعوا عشان نقولكم. قلت أنا بصدمة: إيه؟ بابا وماما صرخوا في نفس واحد. عيونهم كانت بتتحرك بينا، الصدمة على وشوشهم قلبت لنظرات شك كبيرة. ماما كشرت وقالت: 3 سنين؟ طب المرة اللي فاتت لما جيت البيت كنت بتقولي. قاطعتها بسرعة خايف لا تطلع فضيحة جديدة. وقلت: الموضوع طويل يا ماما. شينيوتشو كحت كحة خفيفة في وقتها وقالت: يا أنكل وطن، هيتشانج محتاج راحة. إيه رأيكم نخرج نتكلم بره؟ غمزة لي وخدت ماما وخرجت بره بهدوء. بابا بصلي بصة طويلة وكأنه فاهم كل حاجة وخرج هو كمان. أول ما الباب قفل اتسحبت ووقعت على السرير وجسمي غرق عرق من التوتر. الست المجنونة دي عايزة إيه بالظبط؟ صوت شينيوتشو كان جاي من بره بكل هدوء، وبدأت تحكي لأهلي أسباب تانية خالص عن علاقتنا المزعومة. ودونتيني بدأت تسمع بس للأسف كان الكلام مش واضح. بعد حوالي 20 دقيقة الباب اتفتح تاني، واللي شفته صدم أهلي فعلا. لقيت وشوش بابا وماما متهللة بالراحة والانبساط. ماما عيونها دمعت وقالت: يا ابني ليه ما قلتش من بدري؟ وبابا طبطب على كتفي وقال: طلعت بنت حلال ومناسبة ليك، احنا مطمنين جدا. شينيوتشو كانت واقفة وراهم وبصت لي بغمزة وكأنها بتقول لي: شفت عملت ايه؟ وقالت لأهلي بكل أدب: يا أنكل وطنت، الدكتور قال هيتشانج محتاج راحة، ايه رأيكم تروحوا وترتاحوا وانا هفضل أراعيه؟ ماما هزت راسها ووافقت فورا وقالوا: تمام، خلوا بالكم من بعض. بابا وهو ماشي لف ناحيتي وقال: صحيح، موضوع الخطوبة ده لما تتحسن نبقى نقعد نناقشه بالتفصيل. شينيوتشو رديت عليهم بذكاء: حاضر طبعا. ومن اليوم ده شينيوتشو قلبت حياتي تماما وكأنها بقت خطيبتي بجد، بتيجي كل يوم المستشفى في ميعادها ومعاها شوربة سخنة وفواكه مقطعة. في الأول كنت فاكرها بتمثل قدام أهلي وبس، بس لما كنا بنبقى لوحدنا في الأوضة كانت بتفضل مهتمة بأدق تفاصيلي، وهي بتأكلني الشوربة بمعلقة وبتهوي عليها.
اتوترت جدا وبعدت وشي عنها وقلت لها لا مفيش داعي، انا اقدر اعمل كده بنفسي. بتمسك المعلقة وبتقربها من شفايفي بكل إصرار وبتقول بنبرة ما فيهاش نقاش: الدكتور قال لازم راحة ولا تحب أكلك بطريقة تانية؟ عيونها ركزت على شفايفي، فافتكرت فجأة القبلة المفاجئة اللي حصلت، وشي سخن جدا وما كانش قدامي غير إني أسمع الكلام. شينيوتشو ابتسمت وهي راضية تماما وعيونها لمعت بفرحة. كانت لابسة سويتر خفيف وشكلها كان كأنها فعلا العروسة اللي حلمت بيها. بس يا ترى إيه المخطط الحقيقي ورا كل ده؟ الحقيقة مخبيين الموضوع لأن ودني كانت بتزغلل ومش عارف أسمع حاجة خالص. فات 20 دقيقة والباب اتفتح تاني، اتصدمت من اللي شفته. ملامح بابا وماما مرسوم عليها رضا غريب. ماما عينيها دمعت وقالت: يا ابني ليه مخبي علينا كل ده؟ بابا طبطب على كتفي وقال: يوتشو دي بنت حلال ومناسبة ليك جدا، ارتحنا ليكم سوا شين يوتشو. كانت واقفة وراهم وبغمزة خفيفة وابتسامة مكربة انت على وشها. يا عمو ويا طنط، الدكتور قال هيتشنج محتاج راحة، سيبوه يرتاح وأنا هفضل أراعيه هنا. ماما هزت راسها بموافقة وقالت خليكم براحتكم. وقبل ما يمشوا بابا لف لي فجأة وقال: صح، موضوع الخطوبة لما هيتشنج يتحسن نبقى نقعد ونرتب. يوتشو ردت بابتسامة بريئة. ومن اليوم ده شين يوتشو دخلت في دور خطيبتي بجد. كل يوم في المستشفى بالدقيقة جايبة شوربة مطبوخة في البيت وفواكه مقشرة. في الأول افتكرتها بتمثل قدام أهلي، بس لما بنبقى لوحدنا كانت بتهتم بكل تفصيلة صغيرة فيها. فتحت بوقي وهي بتديني معلقة شوربة وبتهوي عليها. اتوترت جدا، لفيت وشي وقلت بلاش أنا هعرف أكل لوحدي. ردت وقالت: الدكتور قال راحة تامة، اسمع الكلام. صممت وقربت المعلقة من بوقي بنبرة قوية ما فيهاش هزار ولا تحب أكلك بطريقة تانية. عينيها ركزت على شفافي. افتكرت البوسة اللي حصلت فجأة ووشي ولع نار. فتحت بوقي وسمعت الكلام. يوتشو ضحكت برضه. عينيها بقت زي الهلال. كانت لابسة سويتر بيج شعرها مرفوع ورا ودنها وناعمة كأنها نسمة هوا. ده لو اتغاضينا عن نظرة التحدي في عينيها. الدكتور بيقول 3 أيام وتخرج بالسلامة. بص ليه وهو بيأكلني الشوربة. أخدت نفسي بتمكن وقلت يا ريت أخلع من المستشفى دي بقى. لكن شين يوتشو سابت الطبق فجأة وملامحها قلبت جد. رجلك لسه فيها الجبس شهر كمان؟ لا، محتاج عناية خاصة. قلت هجيب حد يخدمني. قطعتني وقالت: مين هيحن عليك أدي؟ هتنقل عندي بعد الخروج؟ نطيت من مكاني من الصدمة. لا طبعا. شينيوتشو ضيت عينيها وقالت لي: لا، احنا مش خطيب وخطيبته برضه. اتك على الكلمة كأنه بيغيظني. اتسمرت مكاني. حاولت أهرب من الفخ وقلت أهلي مش هيوافقوا. طلع موبايله وراهولي. سألت مامتك وهي موافقة جدا. يا واد يا لعيب، دي ضحكت عليهم امتى؟ يوم ما خرجت من المستشفى شينيو تشوجت تاخدني. كانت ركنة البورش الحمراء بتاعتها قدام الباب. وقفت بالعكاز ببص عليها وهي نازلة من العربية. لابسة جيبة سودة قصيرة مبينة قوامها اللي يجنن. نظراتها الشمسية على مناخيرها طالعة بروستيج ومحدش يقدر يكلمها. قالت لي: اركب يا خطيبي. قلعت النظارة وغمستلي بوقاحة. اتحركت بالعافية ناحيتها. قلت لها: شينيو تشو، لازم نتكلم. فجأة قربت مني وحطت صباعها على شفايفي. قالت لي: مامتك بتبص علينا. بصيت ورايا، فعلا لقيت ماما واقفة ورا إزاز المستشفى وبتضحك لينا. شين يوتش استغلت الفرصة وحضنت وسطي، حرفيا شالتني ودخلتني العربية. أول ما قفلت الباب بعدت عنها فورا. قلت لها: انتي اتجننتي؟ التمثيلية دي آخرتها ايه؟ قالت ببرود وهي بتربط الحزام: استنى بس لما رجلك تخف. العربية بدأت تجري بينا. ببص على الشجر اللي بيعدي بسرعة من الإزاز. حسيت إن ركبت مركب وسطيها مخروم. شكت شينيو تشو في أرقى منطقة واسعة وديكورها شيك ومودرن. شورت لي على آخر الطرقة وقالت لي: دي أوضتك. فجأة لفت وراحت حصراني على حيطة المدخل. إيديها كانت محوطاني من كل ناحية. قالت لي: مش إحنا خاطبين؟ المفروض ننام في أوضة واحدة صح؟ ظهري كان لازق في الحيطة التلج. وريحة البرفان بتاعتها كانت مغرقاني. قلبي كان هيقف. قلت لها: يا بنتي ارحميني، بلاش هزار تقيل. ضحكت بخفة وابتعدت. قالت لي بهزار: روح اوضتك جهزتها لك خلاص. رمت العكاز وراحت المطبخ. سبتني واقف مكاني وضربات قلبي مش راضية تهدن. أول ليلة في بيتها بدأت أشم ريحة مش طبيعية. حطت قدامي العشاء: ريش ضاني وخضار وشوربة، كل حاجة بحبها بالتفصيل. سألتها: وانتي عرفتي منين إني بحب الأكل ده؟ مسكت حتة لحمة وبصت لها بشك. كانت حاطط إيدها على خدها وبتبص لي. غمست لي وقالت: تخمين بس. طنشت. بس قلبي كان بيقول فيه إن الأيام اللي بعد كده الصدف بدأت تزيد بشكل يوتر. كل يوم الصبح
فرشات السنان جاهزة وعليها المعجون والمية دافية. قهوتي المفضلة دايما على الكومودينو في ميعادها بالظبط. حتى أغاني الفرقة اللي بعشقها لقيتها فجأة بتشتغل في الصالة. شين يوتشو خلاص طفح الكيل. وقفت لها بالعكاز عند باب المطبخ، قلت لها انطقي، انت بتعملي ايه بالظبط؟ واني ينبيتها الفكيهة دبليو مش راضي يبص لي دبليو باي 2 قول لي بيداور ورايا. بيداور ورايا؟ يا شيخ ده انا اعرف هذا كم بيبا في السرير كم مرة في هذا الصخير. السد ده اكيد بيت انت كم مني تري عشان الفداية القديمة. والقالب الاكد شن يوتيوب مبتوءت شايفاها كده خالص. ما فيش اهتمام بالمنظر الأعظم. زمان كانت دايما بيرفكت، الميك اب واللبس كده كده كانوا ماشيين بفاشن ماجازين. دلوقتي يا فيس حتلاقي الفوطة الباب تركير شوية في البخار مالي المكان. شان يوتيوب مادت إيدها المبلولة. أنا كنت قاعد بتفرج على التلفزيون، اتخانيت من الصدمة في كونت هات شريك. ما تاخديها انت يا بنتي؟ نسيت صوتها كده بدلقة على رأس الدولاب. خدت الأكزة ورحت على الأوضة. لأولا هي الفوطة البيضة كانت متبة زي الفلفوة. أول ما كنت الفوطة الباب تركتها دوبلوفيشن يوتشو داري. واسأل دباب كتفها الأبيض والترعواد والمياه كانت على جسمها. المياه كانت بتنزل من شريها على رقبتها وبتختفي في الزلم. شكرا. إيدها لمست إيدي دبليو أنا بهاتي الفوطة. الباب اتقفل وأنا وقف مكاني وحسس إن الأوضة ساخنت فجأة. وسط ما كنت عايز أعكف شن يوتيوب طبقت عاشها جيمت عشان تتعفوا بالشفاية في فتاة إجازات نبيت. في الضوء الخافتة أين كانت بتلامسي النخوم. مبروك يا باشا. رفعت الكاس في النبيت كالي شفايفها شكلها تاني كالس. غريت في كنت هقول كلمتين. فجأة اتقعدت دبليو لفت ورايا ايدها على كتفي. همشت في وجه وانا كنت هايد جنان. لشا لازم نكمل التدريب. نفس على ضعفي في ريت النبيت في ودني خلوني اتشنت. كنت مشعر بدم بقلة. تعمل؟ تدريبك يا بنتي؟ شن يوتيوب ده خير. في ايدها نزلت على كتفي. تدريب اني ابا خطيبتها يا حبيبي. ملات افكر لقيتها عادة على ريخلي فاخة. شن يوتيوب كن باول عبادة با ايدي بس لمست وسطها النامدة. سيت ايدي على طول من الكوف لابسة بلاك دريس دبليو النكلاين. يا ساتر يا رب، المنظر ده مش بيخليني اعرف افكر. ايه الآلة عادة مالت رشا فو بتلي ببراءة. خطيبة مش هعبا الوداع ده. أكد نفش عمك كنت هايت فجر من المشك. العب ده لازم تكلش. لا أب شن يوتشوف فجأة وش أها اتغير. أينها اتغيرت دبليو بقت دينجرس. مين قال لك إنها لاب؟ دبليو كبستها على شفايفي. البوزة دي كانت خميتني ماشي بتاع المستشفى الخيبة. قعدت تقعس في شفايفي وأنا مش عارف أقعد نفسي. رحت النبيت في بوكي. اللي كان بيفكر فيه مش عارف. إيدي كانت مشكوكة في شعرها إمبارة من خير ما أخد بالي. وسط ما كنت خانق بعدت شوية. لسه شايفها لاب. بعد الليلة ده شن يوتيوب بقت بتقرني أكتر وأكتر. الصب أنا هقول إيه. بيتمل ألف ترف هي لابسة سليب دريس. الفستان يدوك مختير خلاها. الوداء كان ام اس خا ناتشرال خلص. وهي بقت بتساءل هجة لكل شوية. هجة الحجة هجة الناسيان. هاقلي البراءة يا حبيبي. بس ما قصتها إيمان الحمام وأنا درسي كادت تتخاسر. واقف برا بيخبط ومش عارف يقفل السوستة بنفسه ده ولا إيه. صوته طالع مكسور وهو بيطلب المساعدة. قمت أخدت نفس عميق وفتحت الباب. لقيته مديني ظهره وجلده الأبيض باين كله قدامي ومفيش غير حتة شريط أسود رفيع بالعرض عند وسطه. إيدي كانت بتترعش وأنا بلمس السوستة دي. قعدت 3 دقايق كاملة عشان أعرف أركبها. ولمس الظهر بالغلط حسيت بكهرباء جسمي كله اتنطر قالي شكرا ولف باسني على خدي. ومشي بيدندن ومبسوط. يا جدعان أنا بدأت أضعف قصاد حنيته دي. وبقيت بفكر جديا في موضوع الجواز المصلحة اللي قلبي بجد ده. وفجأة الموبايل نور برسالة. قلبي وقع في رجلي. رقم قديم ما كنتش بفتحه. مكتوب فيه أنا هيرت الشيانج. رجعت البلد. بكره الساعة 3 في مكاننا القديم. لين وان حبيبتي القديمة أيام الجامعة سابتني من 3 سنين عشان السفر.
وقفت باصص للاسم والرسالة وإيدي مش قادرة تتحرك، وفجأة سمعت صوت شين يوتشي ورايا. اتخضيت ووقعت الموبايل. كان لسه طالع من الحمام، شعره مبلول وبيمسحه بالفوطة. قلت له مفيش، ده إيميل شغل. قفلت الشاشة بسرعة ودخلت الموبايل في جيبي. شين يوتشو ضيق عينيه، حاسس إن في حاجة غلط، بس الغريبة إنه مسألش ولا كلمة. قال لي عنده شغل بكره ونازل. اتنفس الصعداء وأخيرا ارتحت. بالليل من متش شريط ذكرياتي مع لين وانشغال في دماغي. كنا بنحب بعض أيام مناظرات الجامعة، كانت ذكية وشيك جدا. بينا كلام كتير، بس وقت الانفصال ما كانش فيه خناق خالص. كانت عايزة تسافر وأنا كنت بادئ مشروعي هنا وما أقدرش أتحرك. وفي الآخر بعتت الرسالة وقلت لها تمام، هشوفك بكرة. رحت الكافيه قبل الميعاد بنص ساعة. المكان هو هو، مفيش حاجة اتغيرت. حتى الركن اللي كنا بنقعد فيه فاضي، كأن الوقت واقف هناك. سمعت صوتها، رفعت عيني. كانت لين وإن واقفة قدامي، شيك كعادتها، ابتسامتها لسه زي ما هي. قمت وقفت وأنا مش عارف أقول إيه. اتكلمنا شوية في اللي فات، والجو بدأ يهدى بينا حبتين. لين وانقلبت القهوة وبصت لي في عيني وقالت إنها رجعت عشان شغل، مسؤولة عن الفرع بتاعهم في آسيا، يعني هتقعد هنا فترة طويلة. قلبي دقدقة غريبة. فهمت قصدها، قلت مبروك، بس صوتي كان ناشف. خدت نفس عميق وقالت لي إنها منستنيش، وسألتني لو لسه في أمل نرجع. السؤال ده جالي في مقتل، ما كنتش عارف أرضى أقول إيه. وبصيت جنبي، لمحت حد داخل الكافيه. يا نهار أبيض، ده شين يوتشو، لابس لبس شغل، كعبه بيخبط في الأرض بيعمل صوت يرعب. كل اللي في الكافي بصوله، وهو جاي ناحيتنا بابتسامة زي الفل. قال لي يا للصدفة يا حبيبي، وحط إيده على كتفي بكل ثقة. بس ضغط إيده على كتفي بتقول لي إنه مولع نار من جوه. لين وأنا مستغربة. شين يوتشو سبقني في الكلام وقال لها أنا خطيبته، وراح مدد إيده ليها عشان يسلم. الحركة دي كانت قوية جدا. عيونه الكل ونظراتهم اتثبتت عليه وهو جاي ناحيتنا. يا محاسن الصدف يا شانيوتشو. وقفت جنبي والابتسامة مرسومة ببرود، بس صوابعها اللي غرست في كتفي فضحت كل حاجة. دي طالعة بأعصاب تلفة. بصلنا لين بذهول. مين دي؟ شينيوتشو ردت بسرعة، حطت ايدها في ايدي. أنا خطيبة هيتشانج. الكلمة طلعت وائقة كأنها بتعلن ملكيتها، ومن غير مقدمات لقيناها مرمية على الكنبة. شينيوتشو قعدت فوق رجلي، خاتم الألماس بيلمع تحت النور والوش بتاع لين، وانتبهت فجأة. بصت لي بصدمة وقالت ده بجد يا هي تشيانج. ايد شينيوتشو على رقبتي بتضغط بهدوء كأنها بتهددني من غير كلام. بلعت ريقي وبصعوبة قلت بجد. لين وان ابتسمت ابتسامة مكسورة وقالت مبروك. افتكرت اني ورايا حاجة فجأة وقمت جري، وشكل ظهري كان يكسف قوي. باب الكافيه قفل وشين يوتشو مسكت ودني على طول. قلت بصوت واجع سيبي ودني يا بنتي ارحميني. شين يوتشو همست بغيظ. يا هي الشانج بتخون الثقة وبتقابل حبيبتك القديمة من ورايا. سابت ودوني وربعت ايديها. شرح ايه بقى؟ بتشرح ازاي مخبي عالية ومواعد حبيبتك الاولى، ولا بتشرح نظرة عينك ليها اللي لسه مليها الحنين؟ وقفت متنحة. الكلمة دي وجعتني عشان كانت صح. لسه في حتة جوايا بتحنن اللين وان. والشين يوتشو اتغير فجأة وكأنها اتجرحت. شفت في عينها نظرة ضعف أول مرة أشوفها في حياتي. قالت لي يعني أنا بالنسبة لك كنت مجرد لعبة طول الفترة اللي فاتت دي. نظرة الوجع دي هزتني من جوه. مسكت إيدها بتلقائية وتلاقى طبعا. حاولت أوقفها بس هي نفضت إيدي. ضحكت بسخرية وقالت بتعتبرني خيار تاني يعني ولا إيه؟ الناس في الكافيه بدأت تبص علينا، بس هي مش فارق معاها، عينيها أحمرت. أول مرة أشوفها خارجة عن سيطرتها كده. مسكت دراعي وقالت يلا بينا على البيت، لازم نتكلم في الكلام ده بجد. شين يوتشو ساقت العربية بجنون، شفايفها مضمومة وعضلات وشها مشدودة. واضح إنها بتحاول بالعافية تسيطر على أعصابها. بصت لها في المراية وقلبي كان بيضرب نار. أول ما دخلنا البيت خبطت الباب وبصت لي. يلا كل حاجة، إيه اللي بينك وبين لين وان؟ خدت نفس عميق وقلت دي كانت حبيبتي في الجامعة، سافرت من 3 سنين وقطعنا وفجأة ظهرت النهاردة. قالت بسخرية وأول ما كلمتك جريت عليها شكلك لسه بتحبها. قلت لها لا طبعا، دي كانت فضول، بس كنت عايز أعرف أخبارها. قربت مني لحد ما اتحشرت في الحيط. قالت لي يا هي تشيانج، انت عارف انا مريت بايه ال3 شهور اللي فاتوا؟ سكتت فجأة وبصت الناحية التانية. عينيها بدأت تغرغر دموع. قلت لها ايه اللي حصل؟ قالت لا مفيش. حاولت امشي وراها، قالت لي لا خلاص. مسكتها وقلت اتكلمي. قالت لي بصوت مخنوق عشان انا بحبك من ايام الابتدائي، انت غبي ومبتحسش.
وقفت مكاني مش قادر أنطق، وداني بدأت تصفر كأني خدت صدمة كهربائية. شين يوتشو بتحبني من واحنا عيال؟ ازاي ده حصل واحنا طول عمرنا خناق في خناق؟ ذكريات قديمة بدأت ترجع زي الفيلم في دماغي. في الابتدائي كانت بتخطف لعبي، ولما كنت بمرض كانت بتحط الألعاب على طرف السرير وتستخبى. في الإعدادي قطعت الواجب بتاعي، بس لما المدرسة حبسني فضلت مستنياني بره لحد ما الدنيا ظلمت. وفي الثانوي كانت بتبوظ مواعيدي، بس لما سبت حبيبتي جبتلي أكتر حاجة بحب أشربها. اتاري كل الخناق ده كان وراه حب حقيقي مدفون. قلت لها بصوت بيرتعش: انت بتقولي ايه؟ بصت الناحية التانية ودمعة نزلت على خدها وقالت مفيش حاجة خالص. سابت ايدي وحاولت تجري، بس مش هسيبها تضيع مني تاني. بس المرة دي مش هسيبه يهرب سحبته ناحيتي بسرعة ومسكت وشه بين ايدي. بتقولي من ايام ابتدائي رموش شان يوتيوب تترعش، والدموع اللي في عينيها خلت قلبي يتقطع. طب وايه يعني، ما انت قلبك كله للين ونصلة. قطعتها بسرعة: لا، انا ولينوان خلصنا من زمان، ومقابلتي ليها النهارده كانت عشان اتاكد من حاجه واحده بس. شان يوتشو اتجمدت في مكانها. سالتني بذهول: قصدك ايه؟ ابتسمت بمراره: قصدي اني في ال3 شهور اللي فاتوا دول شكلي بدات احبك العنين وسعت اكتر من الصدمه. انت انت بتقول ايه؟ قربت منها وخليت جبيني يلمس جبينها. قلت بهمس. شكلي وقعت في حب عدوتي اللدود. شان يوتشو بتتنفس بسرعه والدموع لسه في عينيها بس بدات تلمع بفرحه. بجد؟ بجد. وطيت بس دموعها برقة قوة مع انك كنت شيطانة صغيرة من وانت طفلة. لا، انت اللي شيطان. ضحكت وضربتني في كتفي، مسكت ايدها وشبكت صوابعي في صوابعها. عشان كده الخاتم ده كان جاهز من زمان. وشها احمرت واعترفت انها كانت مستنية اللحظة اللي تلبسهولي فيها. الصورة اللي كانت على الخاتم صرفت عليها دم قلبي عشان اعملها بسرعة. رفعت حاجبها بغرور: تقنيتك جامدة يا بطل. كنت عايز اضحك بس مسكت نفسي: يا شانيوتشو انت بجد؟ قبل ما أكمل، شفايفها كانت على شفايفي. البوسة كانت هادية وخدت وقتها. طعمها فيه سكر نبيذ وملوحة. دموعها حقيقية أكتر من أي حاجة تانية عشتها. ولما بعدنا شوية شين يوتشو استخبت في حضني وقالت بصوت واطي: بصراحة يوم الحادثة كنت مرعوبة. لما شفتك نايم في المستشفى عرفت إني مش هقدر استنى أكتر من كده. إيدها كانت ماسكة قميصي جامد. كملت كلامها فكرة إني عملت نفسي شمتانة فيك. كان تمثيل. كنت بموت من التوتر وإيدي بتترعش. ضحكت بصوت عالي لدرجة إن صدري هز جسمها. فديتها ضربة خفيفة بالكوع في جنبها. يا ستي بالراحة، قالتها وهي بتضحك. بس استخبت في حضني أكتر. افتكرت حاجة فجأة: طب يومها كنت بايساني ليه؟ شان يوتشو غمزتلي بمكر الممرضة كانت هتدخل. كان لازم أبين المشهد حقيقي. وكمان ضيقت عيني وبصابعي لمست شفايفها المبلولة. كملت كلامها بصوت خافت: كان نفسي أبوسك من زمان. الكلمة دي كانت زي النار اللي ولعت في دمي كله. قربت وبصيتها تاني. المرة دي مفيش هدوء. دي كانت لهفة وتملك ما كنتش قادر أسيطر عليه. شينيو تشو طلعت صوت خفيف من المفاجأة، وبعدين جاوبتني بكل حماس. مش عارف مين فينا اللي اتحرك الأول. لقينا نفسنا واقعين على الكنبة وهي فوقي، وفستانها السواريه الأسود نزل حتة من على كتفها. جلدها كان أبيض وباين، وشفايفها مرمة من البوس، وعينيها فيها لمعة تخطف القلب. هي تشانغ، قالت اسمي بهمس وبصوت أول مرة أسمعه كله دلع وشوق. بلعت ريكي وبدأت ألمس رجلها العريانة. ملمسها كان زي الحرير. أنت متأكدة؟ صوتي كان مبحوح ومغريب عليا. شينيو تشو مرضتش بالكلام. بدل كده مدت إيدها وبدأت تفك أول زرار في قميصي. صوابعها كانت بتترعش بس مكملة بالتصميم. ولما صوابعها لمست بطني خدت نفس طويل بالعافية. كلامك كتير يا هي تشانج، قالتها بصوت هادي. وبعدين رفعت راسها وبستني. بجد المرة دي كانت غير. فستانها الأسود نزل حتة وبان بياض ملوش حل. شفايفها كانت منفخة وعيونها مدمعة. الجمال ده بجد يخطف ويدوخ أي حد. يا هيتشانج، قالت اسمي بصوت أول مرة أسمعه كله دلع وشوق. إيدي مشيت على رجلها ملمسها حرير. سألتها بصوت مخنوق: متأكدة؟ مردتش، بس صوابعها بدأت تفك زرار قميصي الأول. صوابعها كانت بتترعش بس كانت مصممة. زرار ورا التاني لغاية ما لمس ببطني. سحبت نفسي بالعافية. قالت بصوت واطي: كلامك كتير يا هيكيانج. وقابلتني. بوسة كانت نار، كلها لهفة وشوق متخزن سنين. الهدوم بقت في كل حتة على الأرض. ولما ما بقيش في حاجة تانية بينا لقيتها بتترعش خايفة. بوست رقبتها وحسيت بضربات قلبها بتطبل. اعترفت بكسوف شوية: دي أول مرة. وقفت وبصيت لها بذهول. رفعت حاجبها بتحدي مش مسطق: إن كل السنين دي ماليش غيرك؟ قلبي داب. وبدأت أتعامل معاها بالراحة.
وبعد ما خلصنا نمنا حضن بعض. وشها كان مورد وجسمها لسه سخن. سألتني فجأة احنا دلوقتي بجد مخطوبين؟ ضحكت وقرصت مناخيرها. لسه عايزة تخدعي أهلي؟ ضحكت وقالت لأ، أنا بتكلم بجد. من ساعة ما احنا اتلعثمت واحمرت من جديد. قلبي حن وضمتها أكتر. طبعا بجد، بس لازم أخطب لك من تاني. مش هخليكي تضحكي عليا بصورة قديمة. ضحكت وعيونها بقوا زي الهلال. تمام، أنا مستنية أشوف إبداعاتك يا باشا. القمر كان داخل من الستارة والهدوء مالي المكان. أخدت نفس طويل ونامت في حضني. ريحة الياسمين منها كانت واخدة عقلي. قبل ما أنام قالت بصوت واطي بكرة عايزة أفطر من إيدك. فتحت عين واحدة ليه يعني؟ غمست لي خطيبك لازم يدلعك يا حبيبي. نامت في حضني بعمق وأنا بلمس شعرها. عسل يا ناس، والله العظيم. أنا بتكلم جد خلاص بقى. أنت فاهم قصدي طبعا. أتلعثم بكسوف ووش قلب أحمر تاني. قلبي داب. شديته لحضني أكتر. طبعا بتكلم بجد. بس لازم أطلب إيدك من جديد. مش همشيها بسرعة على الموبايل يا شاطر. ضحك بعينين اللي بقت هلالين. ماشي يا سيدي. مستنية أشوف إبداعاتك يا باشا. ضي القمر تسرب من بين الستارة ورسم نور هادي على ملامحه. تنفس بعمق وهو مرتاح. كأنه رمى حمول الدنيا واتسحب لجوه حضني أكتر وأكتر. جسمه كان دافي وناعم وريحته ياسمين. أحلى حياة ممكن أحلم بيها. وكنت خلاص ينام. وفجأة سمعت صوته بيقول: عايزاك بكرة تعملي الفطار. فتحت عين واحدة بزهق. ليه أنا؟ غمزلي بمكر وقالي عشان خطيبي لازم يدلل خطيبته. الليل طال ونام في حضني بعمق وصوته كان هادي. وأنا فضلت جنبه. بعدت شعره عن عينه وبوست جبين. قولت له أشوفك بكرة يا حبيبي. من بعد ما اتصالحنا شين يوتشو بقت زي القطة اللي لات لعبتها المفضلة. عايزة تفضل لازقة في 24 ساعة. أشعة الشمس دخلت من الستارة. وصحيت على دغدغة شعرها في وشي. فتحت عيني بالعافية. لقيت شين يوتشو نايمة على صدري. حمالة قميص النوم الحرير الأسود واقع على كتفها. وجلدها الأبيض منور في الشمس وشفايفها بلمعة الكريز. سألتها بصوت مبحوح: الساعة كام دلوقتي؟ إيدي راحت لوحدها لوسطها العريان. قالت لي الساعة 7:30. باسته خفيفة على شفايفي وقالت لي عاملة لك فطار. رفعت حاجبي باستغراب. دي كانت بتنسى المكرونة على النار. سألتها ايه الفطار العظيم ده اللي خلاكي تدخل المطبخ بنفسك؟ غمضت عينها بدلع. وقالت لي بيض قلوب وتوست وقهوتك اللي بتحبها. قامت سحبتني من ايدي ولما دخلنا المطبخ اتفاجئت البيض مقصوص على شكل قلوب. والتوست عليه اشكال. والقهوة مرسوم عليها وش بيضحك معوج. سألتها ايه ده؟ وهي حضنتني من ورا وحطت دغنها على كتفي. قالت لي صحية من الساعة 5 عشان أتدرب عليه. قلبي وجعني عليها لفيت وحضنتها. قلت لها يا هبلة مفيش داعي لكل التعب ده. قالت لي مش تعب. وهي بتبص لي بعيون بتلمع: أنا عايزة أدلعك. الكلمة دي دوبتني. قمت بايسها وزقت طعم الكريز على شفايفها. الفطار برد على الترابيزة ومحدش فينا يهتم. قبل ما انزل الشغل شينيو تشو بدأت تظبط لي الكرافتة. صوابعها كانت بتلمس رقبتي بدلع. مسكت ايدها بسرعة. قلت لها بلاش التعب ده. الشركة فيها مطعم. قامت وقفت على طراطيف صوابعها وعضت شفايفي. قالت لي لازم الكل يعرف انك خلاص محجوز. وبالفعل الساعة 12 بالدقيقة. شين يوتشو ظهرت في الشركة وهي لابسة فستان بيج ضيق. الفستان كان لايق عليها جدا ومبين طول رجليها. شعرها كان كيرلي ونازل على كتفها بشكل يجنن. حلق اللؤلؤ في ودنها كان بيتحرك مع كل خطوة والكل مبرق. زميلي في الشغل غمز لي وقال لي يا ريس المدام وصلت. شين يوتشو جيت ناحيتي بشنطة الأكل بكل ثقة. ومن غير ما حد يشوف غمزت لي وضحكت يا حبيبي. رفعت صوتها وهي بتحط الأكل. وقالت لي أكيد جعان. كنت سامع نظرات الحسد من زمايلي حواليا. بس لاحظت إن ياقة فستانها أوسع من لما كانت في البيت. سحبتها لمكتبي. وطيت صوتي وخدت الأكل. وطلعنا على المكتب الخاص. أول ما قفلنا الباب شين يوتشو اتحولت. قفلت الباب وزقتني على الكرسي. قعدت فوقي. وبصيت لي بدلع. قالت لي وحشتك يا ريس. بدأت تفتح أزرار قميصي. وشفايفها قريبة من ودني. صوتها كان يجنن. بلعت ريقي وإيدي لمست طرف فستانها. قلت لها انتي بتعملي فيا ايه؟ ضحكت بانتصار وقربت شفايفها مني. وقالت لي عايزة الكل يشوف ان ريس زي العسل ده بتاع شين يوتشو. عدلنا هدومنا وطلعنا من المكتب. الساعة بقت 2 الظهر وشفايف شين يوتشو ورمت أكتر من الأول. مشيتها بقت تقيلة ومش طبيعية خالص. سألتها وأنا بوصلها للأسانسير هتيجي تاني بكرة.
لفت وشها وبصت لي بضحكة خبيثة كأنها ثعلب نال اللي عايزه وقالت هجيلك كل يوم. صحيت الصبح يوم الإجازة على صوت الجرس. شين يوتشو كانت صحية وبتدندن وراحت تفتح الباب. سألتها وأنا لسه مش فايق مين اللي جاي بدري كده. شين يوتشو دخلت وهي شايلة كرتونة كبيرة ونط على السرير زي العيال وهي فرحانة بهدية الكريسماس. فركت عيني وقعدت على السرير. قلت لها أنا مش فاكر إن طلبت حاجة مستلي. وقالت أنا اللي طلبتهم وبدأت تفتح الكرتونة قدامي. طلعت جواها لبس جريء وحاجات غريبة، لبس خادمة وممرضة وطقم مضيف الطيران. وشفت طقم قطة كمان بفيونكات وودان وافرو وذيل كمان. النوم طار من عيني في ثانية. مش مصدق اللي بيحصل. شين يوتشو مسكت طقم الخادمة الدانتيل الأسود وقالت ده هيبدأ من النهاردة كل ليلة طقم شكل. حطت اللبس على جسمها وسألتني عجبك؟ الشمس كانت داخلة من الستارة ورسمت ملامح جسمها بوضوح. رفعت طرف الجيبة بجرأة عشان تبين لي أطراف الشراب الأسود الشفاف. صوتي نبح من اللهفة وقلت لها عايزك دلوقتي، ومديت إيدي عشان أشدها ليا. بس شين يوتشو اتملصت مني بخفة وخدت الكرتونة وجريت على أوضة اللبس وهي بتقول لي استناني بالليل يا بطل. الشيطانة دي نفذت وعدها وظهرت قدام باب الأوضة بالليل وهي لابسة طقم الخادمة بالظبط. لابسة دانتيل أسود مبين، بشرتها زي التلج وجنلة قصيرة يدوب مغطية حاجة، وماريلا على وسطها الرفيع مخلية شكلها كيوت خالص بتسألني عايز عشا يا باشا. وهي راكعة جنب السرير بصوتها اللي زي العسل قمت شددها ناحيتي على السرير. صوابعي لمست الدانتيل اللي على صدرها وقلت لها ده هو العشا بتاعي. شينيوتشو ضحكت وسابتني أفك الرباط اللي ورا. بس في اللحظة الأخيرة مسكت إيدي وقالت لازم تقول كلمة السر الأول. قلت لها بزهق كلمة سر إيه جت؟ ودنت في ودني بصوت واطي وقالت قول إن تشوتشو أحلى خادمة في الدنيا. تشوتشو أحلى خادمة في الدنيا. لو ما قالتهاش مفيش مكافأة. جت تقوم شدتها ناحيتي تاني وكررتها وراها بستني مكافأة ليا. وقامت هي نايمة وقالت دلوقتي تقدر تتعشى يا باشا. الليلة دي جربنا أغلب لبس الصندوق شينيوتشو. كانت مستمتعة جدا بتمثيل الأدوار. كل طاقم كانت بتتقمص شخصية تانية، ممرضة خجولة أو مضيفة طيران تقيلة أو حتى واحدة شقية. ولحد الساعة 3 الفجر كنا خلاص هنجيب آخرنا مرميين على السرير وهي نايمة في حضني وبترسم دوائر على صدري وقالت لي هي تشانج نتجوز. اتسمرت مكاني وبصيت لها لقيتها بتتكلم بجد خالص. وشها أحمر وكسفت وقالت عايزة أصحى كل يوم ألاقيك قدامي. وعايزة أقول لك يا جوزي وكمان نفسي أخلف منك قلبي. دق بسرعة. شدتها تحت مني وبصيت في عينها وسألتها فين الخاتم. شينيوتشو طلعت الخاتم اللي كانت ضحكت عليا بيه قبل كده من تحت المخدة. قالت لي كنت لابساه على طول. أخدت منها الخاتم ولبسته في صباعها بجد. يا أنسة شينيوتشو تقبلي تتجوزيني؟ عينيها دمعت وهزت رأسها وقالت موافقة. حضن بعض تاني. المرة دي مفيش أي حاجة تانية غير حب حقيقي وعهد بينا للأبد. لبست الدبلة في صباعها بجدية. قلت يا شينيوتشو تقبلي تتجوزيني؟ عينيها دمعت وهزت راسها بقوة وقالت موافقة. حضن بعض وبوسة تانية مفيش فيها غير حب ووعود صادقة وبس كده القصة خلصت.